حاسس ان الجماهير المغربيه كانت محتاجه تتنفس قبل ما ننزل لكم بالريل. والله الف مبروك، والله العظيم من كل قلبي الف مبروك، اقسم بالله الف مبروك على كل حاجه، الف مبروك على الاداء، الف مبروك على العوده، الف مبروك على الروح، الف مبروك على النتيجه، والاهم الف مبروك على توفيق ربنا وكرم ربنا. ربك لما يريد خليك عارف وفاهم ومتاكد ان لما يبقى ربنا كاتبها لك، والله لو الدنيا كلها وقفت في وشك والله العظيم هتسلك. ربك سبحانه وتعالى كور تروح في العارضه يشوط يعني يعني بصوا الراجل عامل ازاي. الحمد لله على الضرب وهذا. الحمد لله احنا ما كاينش كيفاش نوصفوا من بعد داكشي كامل اللي طرا في كوب دافريك، من بعد داكشي كامل اللي داز علينا. ربي شاف من جهتنا هنا انا ربي كافئنا. الحمد لله الحمد لله يا سيدي. مبروك مبروك. لا لو بيشتمني قولوا لي في الكومنتات عشان ما فهمتش حاجه. لو شتمني قولوا لي في الكومنتات عشان ما فهمتش اي حاجه ولا. بس والله قبل ضربات الجزاء وقبل اي حاجه كسبت احترام الكل. العالم كله كان بيتفرج النهارده على المنتخب المغربي وبيقول ده منتخب يستحق انه يتواجد ضمن الصفوه، ده منتخب العربي والافريقي الوحيد اللي يقدر يقف قصاد منتخب من منتخبات الصفوه الاوروبيه بالشكل ده ويقدم الاداء القوي العظيم اللي احنا اتفرجنا عليه ده. والله العظيم من كل قلبي مبروك لمنتخب المغرب، مبروك لمحمد وهبي، مبروك لكل لاعبي المنتخب المغربي، والاهم مبروك للشعب المغربي اللي سهرته ما جاتش على الفاضي. وعلى قولة الجماعه بتوع بي ان بنمدد اسبوع. بعد الفوز بركلات الجزاء واقصاء هولندا من دور ال 32 في كأس العالم 2026 راح اختار مين كان افضل 3 لاعبين واسوأ 3 لاعبين من المغرب. اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه نحكي على سريع مستوى اللاعبين. نبدا بياسين بونو. هدوء وخبره بونو كانت سبب كبير بتاهل المنتخب المغربي. هل في شك لسه انه بونو هو اعظم حارس عربي في تاريخ كره القدم؟ اخترع اسلوب وتكنيك جديد في ركلات الجزاء. شادي رياض ابدا ما كان سيء، وايضا في البناء ممتاز جدا، ولكن كان سبب كبير بهدف هولندا الاول. عيسى ديوب شكرا، هدف اسطوري، تحرك وانهاء، وايضا دفاعيا ما قصر. حكيمي كانت عنده مشكله بالقرارات الاخيره، ضيع ركله الجزاء، ولكن بشكل عام قدم مباراه ممتازه في صناعه الفرص، صانع على 31 فرص. بعيد انه مزراوي واحد من الطف وانظف الشخصيات الرياضيه. مزراوي ليش مش اخذ حقه الاعلامي لا مع اليونايتد ولا حتى مع المغرب؟ قدم مباراه اسطوريه بالدفاع، اكثر لاعب قام بتدخلات دفاعيه. مزراوي اصلا ظهير ايمن ولكن لعب المباراه ظهير ايسر، لاعب قلب دفاع ولوحده اوقف خطوره هولندا الهجوميه. ايوب عدي ما شاء الله 18 سنه بس لازم يتحسن بموضوع التسديدات، ولكن بدنيا قدم مباراه كبيره وفاز بمعظم الثنائيات. وريال مدريد ليش عم بدور كثير في سوق الانتقالات على لاعب وسط ونائل العناوي موجود؟ يا جماعه مقاتل بارضيه الملعب. نائل لوحده عامل 135 تمريره صحيحه، ممتاز في البناء، ممتاز بالخروج من الضغط. للاسف ابراهيم دياز قدم مباراه كثير متواضعه بصراحه، وتاثيره الهجومي يكاد يكون منعدم. ايضا براي الخنوس قدم مباراه جدا عاديه، معظم تمريراته وعرضياته وحتى مراوغاته كانت خاطئه. وناحي بيمتلك جوده لاعب عالمي، اللمسات اللي بيعملها وناحي لوحده بتكفي، كل تمريره كان يعملها وناحي كانت تكسر خطوط هولندا كامله. طيباري قدم مباراه على الصعيد البدني ممتازه وبالضغط ما توقف، ولكن برايي ضيع كثير فرص. انتم متخيلين دكه المغرب اللي صنعت الفارق بالمباراه معظمهم لاعبين اعمارهم 20 و21 سنه، معظمهم ما قصروا، ولكن اكثر احد بهرني هو شمس الدين طالبي. نزل صنع هدف بطريقه رائعه، نفذ بنالتي بثقه كبيره وعمره 21 سنه ما شاء الله. بالنسبه للأسوأ او الاقل اداء بالمركز الثالث راح اختار شادي رياض، الثاني الخنوس، والاول ابراهيم دياز. اما بالنسبه للافضل بالمركز الثالث راح اختار ياسين بونو، الثاني عيسى ديوب، والاول اكيد مزراوي. يعطيك العافيه ملك التوقعات. ما شاء الله الف مبروك لجماهير المغرب، يستحقون كما توقعت وكما قلت. كانت 1-0 هولندا، ضجيج بالكومنتات، ماذا تقول لهم؟ اقول لهم الان لا انتهت الاشواط الاضافيه وركلات الترجيح تعال انتقدني. انا الان المغرب فايزه وما قصر بونو وجابها. نعم الان المغرب فايز. صحيح. كانت 1-0 ضجيج واين ملك التوقعات وينتظرون سقوطه. صح. لكن ما سقط. انا لا اسقط والحمد لله. هذه التوقعات علمها بيد الله يا اخوان. الرجل هذا الذي امامي يا اخواني يتوقع المباريات بناء على قوة الفريق هذا وتكتيك الفريق هذا وقوة ونقاط الضعف، ما يتوقع حظ ونصيب، يقرأ المباراة ويتوقع يا اخوان. يعطيك العافية. احد يفهمني ان هذه مو مباراة نهائية يا جماعة. خلوا كل شيء، شوفوا هدوء المغرب بعد ما تقدموا عليهم هولندا، عادي نزل لعيبة صغار. جماعة ايش السطاوة هذه؟ عشان كذا نقول لك لازم تفرض شخصيتك في الملعب، لازم تلعب كورة. المغرب انتصرت وهي بالمباراة وهي خسرانة قبل لا تنتصر. صحيح هدوء ثقل
ناس مستحوذة على الكورة، قاعد يلعبون صح، عندهم هجماتهم صح، يعرفون متى يبدون، يعرفون متى يقطعون الكورة. اوكي في ارتباك من كم لاعب، ولكن الاغلب هادي مع انه خسران وباقي 10 دقائق على انتهاء المباراة. والله كان الله في عون المغاربة يا جماعة، خصوصا اللي ضيعها حكيمي. هذه هني اهتزت الثقة، ولكن عدا ذلك هم مسيطرين بالطول والعرض. مبروك المغرب، ديما مغرب باذن الله. المباراة الجاية انا موجود فيها. مبروكين. منتخب المغرب يفوز على هولندا، اقسم بالله صدمه. المغرب تفوز على هولندا وتتأهل الى دور 16 في كاس العالم. المغرب رفعت راس العرب في كاس العالم. الف مبروك للشعب المغربي على رفعة الراس، والله منتخب قوي. ألف مبروك للملوك، أبناء الملوك، تربية الملوك، أسود الأطلسي ورجال المغرب وشعب المغرب. ألف مبروك، استحقيتوا الفوز، أنتوا الأفضل في هالمباراة. هولندا لم تفعل أي شيء، كانت فقط تدافع أمام الأسود رجال المغرب. هذا الفوز لملك المغرب، الله يحفظه ويشافيه ولولي عهده، وتستاهلون يا شعب المغرب، أهلنا تستاهلون الفوز وتستاهلون الفرحة. ألف مبروك، وديما مغرب. لو المغرب جابت دي تكسب يا جدعان، لو المغرب جابت دي تكسب. ضربات جزاء مجنونه، اقسم بالله ضربات جزاء مجنونه. ربنا يكون في عون المغاربه يا جدعان والله العظيم. يعني 3 عرضات في ضربات جزاء، والكره الكره اللي الحارس صدها ودخلت بتاع سفيان رحيمي. اوف يا جدعان، ربنا يكون في عونكم يا جدعان. سايباري احسن لاعب في منتخب المغرب في كاس العالم داخل يشوط، احسن لاعب في منتخب المغرب. وفيربروخن عامل ماتش قوي جدا. اوف الف مبروك يا جماعه المغاربه والله العظيم. المغرب على الستاندرد خلاص للافارقه وللعرب كتير والله العظيم يا جماعه. الف مبروك، ماتش كبير جدا والله العظيم. ولولا فيربروخن كان ممكن المغرب تخلصها من الشوط الثاني كمان. الف مبروك للمغرب يا جماعه، ربنا يكون في عونكم والله العظيم. محتاجه اعصاب من حديد دي يا جدعان. الف مبروك، وعقبال مصر وعقبال الجزائر وباقي العرب كلهم. المغرب خسرانه 1-0 من هولندا، وهنا بقى كان لازم اتدخل. كلمه السر، هاتوا المغرب. Can you say هاتوا المغرب؟ هاتوا المغرب. هاتوا المغرب. This famous song in Morocco. كلمه السر، ربنا يقدرنا على فعل الخير. Vai,